السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا معايا احلى طبق بامية. ممكن تاكلوه غموس يعني بعيش، يعني ممكن تاكلوه تغمسوه كده من غير رز من غير حاجة. بيبقى طعمها لذيذ قوي قوي قوي، وتعتبر اكلة برضو من الاكلات الأرداحي يعني. وبتتاكل بعيش، بيبقى طعمها تحفة. بجد جربوها معايا بالطريقة دي هتعجبكم قوي. بجيب شوية زيت، بصلتين 3 كبار كده، هي بتحب بصل شوية حلوين يعني. ببتدي اقطعه وبشوح البصل في الزيت كده شوية لعند لما يدبل. عندي الطماطم ديت مش هضربها في الخلاط، هقطعها على ايدي قطع صغيرة كده، مكعبات صغيرة خالص على قد ما اقدر. والبصل بيتشوح كده على النار، بكون انا قطعت الطماطم. شايفين البصل دبل شوية يعني، انا ما حمرتوش، خليته يدبل. وبنزل بقى بكمية الطماطم اللي انا حطاها. بتبقى كمية الطماطم حلوة يعني، مثلا زي ما انتوا شايفين انا عملت ايه. 5 طماطميات 6 طماطميات كده، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة على شطة على كمون، شوية كمون ده لوحده، وشوية كزبرة لوحدها. وايه، ببتدي اقلب البهارات دي مع الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. وشوية لقيت كمية الطماطم شوية، قلت ازودها شوية. الطماطم دي ما بتتضربش في الخلاط، لان الاكلة دي تعتبر اكلة بتتاكل بعيش، مش بتتاكل برز يعني، فبتكون تقيلة شوية زي فيها ايه، صوص تقيل كده. فضلت شوية معايا على النار. عندي كيس بامية هنا متفرز، بس حطيته تحت المية دقيقة واحدة، بحطه زي ما هو متفرز. ونزلت بيه جوه الصلصة اللي انا عاملاها ديت، وهخليه ياخد ويدي شوية كده ايه في الصلصة. طبعا انا مش عايزة اهريه، بحاول على قد ما اقدر بس احرك فيه بالراحة. هحطه بقى على النار شوية، وايه هغطيه واسيبه ياخد ويدي شوية مع بعضه. من الحرارة البامية دي هتفك يعني، من حرارة الحلة ومن الحرارة اللي طالعة عليه البامية هتبتدي ايه تفك خالص وتسيب من بعضها كده. زي ما انتوا شايفين. وادي اخر حاجة خلاص خدت ودت مع نفسها كده، حتى البامية بدأت تنزل ميتها اللي كانت مكان الفريزر. هجيب بقى فصين توم كده فريش، لان البامية بتحب على قد ما اقدر التوم يبقى فريش. وقرن فلفل احمر حراق كده. وهشيل البذر بتاعه ده من جوه او القلب بتاعه. وشوية ملح صغيرين، وهبتدي ادقهم كويس قوي. شوفوا بقى نعمتهم كده على قد ما اقدر. وناخدوا بالكم كل ده انا ما حطيتش على الباميه ميه، انا لسه هي في نفسها كده في التسبيكه في فص الثوم في يعني ايه. وهسيبها برضو تاخد وتدي في فص الثوم كده شويه حلوين. بعد ما غلت شويه حلوين كده، حطيت عليها بقى كوبايه ميه كبيره او طبق ميه كبير. المهم انا بفضل ازود الميه لعند ما احس ان الباميه خلاص استوت. طبعا دي لا فيها لحمة ولا فيها اي حاجة تانية. وانا كنت مقررة انها تتاكل ارديحي، بس طبعا عندي كريم قال لي لا انا عايزة اكلها مع رز. قلت له حاضر يا كريم. فعملت بقى سريعا كده شوية رز بشعرية، اسرع حاجة في الحياة يعني. حمرت الشعرية وحطيت شوية الرز عليهم وشوية الملح وشوية المية، وكده يعتبر الرز استوى. وشوية الملح زي ما انتوا شايفين. وهنا الحلة بحاول على قد ما اقدر. خدوا بالكم البامية لما بتبقى على النار وعالية شوية ممكن تشيط، فانا بحاول ما تخليش البامية على نار عالية كتير يعني، من غير ما تقلبيها وعينك عليها لانها بتشيط من تحت بسرعة. ادي كده يعتبر الرز خلص معايا. لقيته محتاج شوية مية صغيرين، زودته شوية مية وغطيت عليه وسبته بقى على نار عالية شوية يتشرب. وبعدين بعد ما يتشرب خالص ميته هوطي عليه وانقله على العين التانية. خلاص كده بصوا، بعد شوية اتشرب يعتبر ميته خلصت خالص. هحط تحته الشياطة واوطي عليه واغطي عليه واسيبه خالص يستوي براحته. ادي البامية بقى معايا. بصوا هي ما بتبقاش خفيفة يا جماعة، بتبقى تقيلة، بتتاكل كده بالعيش. تعملي جنبها شوية رقاق، تعملي جنبها عندك عيش بتجيبيه طازة. المهم يعني
ايا كان. دي بقى ألذ واحلى اكلة، تعتبر ايه، اكلة سريعة وخفيفة، وعندي الولاد وهاني بيحبوها قوي قوي البامية كمان ممكن البامية دي تحطوا عليها شوية فول، اللي هو المدشوش يا جماعة، الفول المدشوش اللي هو الفول اللي بيبقى متقشر، فول بتاع الفول اللي احنا بنفطر بيه الصبح متقشر. بتمنى الفيديو يكون عجبكم بقى، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة.